لو رجعنا بالزمن كام ساعة بس للصبح، بدري الموقف البسيط اللي كلنا بنقف فيه، نختار نشرب قهوة ولا شاي؟ بالظبط، أو مثلا ناخد الشارع ده ولا الطريق التاني اللي زحمة شوية بس أسرع. أيوة، يعني قرارات تبدو بسيطة جدا، بس تخيلوا لو رجعنا بالزمن لقرار أكبر بكتير، مجال دراسة مثلا أو سفر. أو حتى اختيار شريك حياة. دي اللحظات اللي دايما بتخلينا نسأل نفسنا سؤال واحد: ماذا لو؟ يا نهار أبيض على السؤال ده. ماذا لو كان في نسخة تانية مننا بتعيش حياة مختلفة تماما دلوقتي بسبب قرار احنا ما خدناهوش هنا؟ الفكرة دي لوحدها يعني بتعمل زلزال في الدماغ فعلا. طب خلينا نفكك الموضوع ده واحدة واحدة، لأن رحلتنا في المصادر النهاردة بتاخدنا لحتة عميقة جدا. رحلة بحث مش بس بتناقش خيال علمي، دي بتغوص في المجهول اللي بيقلب مفاهيمنا عن الواقع كله. أيوة بالظبط. ولما بنبدأ نبص على العلم وتحديدا الفيزياء الحديثة في المصادر بتاعتنا، بنلاقيها بتطرح نظريات يعني لأول وهلة تحس إنها هلوسات كاتب سيناريو شاطر بيحاول يلفت الانتباه. بس الحقيقة المربكة إنها مش خيال، دي معادلات رياضية معقدة جدا. العلم اللي طول عمره لغة المنطق بيزلزل ثوابتنا. أيوة، إحنا متعودين إن العلم بيفسر لنا الحاجات اللي بنشوفها، تفاحة بتقع أو سرعة الضوء. طب إزاي بقى الفيزياء ممكن تثبت حاجة إحنا مش شايفينها أصلا، زي الأكوان الموازية؟ إيه اللي يخلي علماء كبار يقضوا حياتهم يدرسوا ده؟ بص، السر كله هنا في انتقالنا من الفيزياء الكلاسيكية لعالم الفيزياء الحديثة، أو اللي بنسميه ميكانيكا الكم. ميكانيكا الكم، الكلمة دي لوحدها بتخض شوية. هي فعلا تخض. أصل الفيزياء القديمة بتفترض إن الكون ده كيان واحد مستقر وشغال زي الساعة السوسرية. يعني السبب بيؤدي لنتيجة واضحة ومباشرة. بالظبط. لكن لما نزلنا لمستوى أصغر بكتير زي الذرات والإلكترونات، اكتشفنا إن القوانين دي بتنهار تماما. بتنهار إزاي؟ يعني الجسيمات ما بتتصرفش بشكل قاطع؟ لا خالص. الجسيمات في المستوى ده بتكون في حالة غريبة اسمها التراكب الكمي. طب ثانية واحدة، تراكب كمي دي كلمة تقيلة. يعني إيه جسيم في حالة تراكب؟ موجود ومش موجود في نفس الوقت مثلا؟ جسيم ده يقدر يكون في كذا مكان، أو بيلف في اتجاهين عكس بعض في نفس اللحظة بالظبط. يا سلام، في نفس اللحظة ازاي بس؟ أيوة، طالما محدش بيبص عليه أو بيرصده. أول ما عين الإنسان أو جهاز القياس يرصده، الحالة دي بتنهار وبيستقر على وضع واحد. يعني الرصد نفسه هو اللي بيجبر الواقع انه يختار شكل محدد؟ ده كلام غريب جدا. هو غريب فعلا، بس ده اللي التجارب أثبتته. طب عشان نستوعب ده، خلينا نفكر ان الواقع عامل زي جهاز الراديو القديم. الموجات كلها بتاعت المحطات موجودة حوالينا في الأوضة في نفس اللحظة، تشبيه ممتاز. بس احنا مش بنسمع غير المحطة اللي ظابطين المؤشر عليها. هل ده معناه ان كل الاحتمالات التانية موجودة للجسيم واحنا مش لاقطينها؟ أيوة، التشبيه ده عبقري فعلا، لأن هنا بتدخل الفرضية اللي قلبت الدنيا في الفيزياء: تفسير العوالم المتعددة. بتاع الفيزياجي هايو افريت، صح؟ بالظبط. التفسير ده بيقول إن لحظة ما الجسيم بيترصد، المؤشر مش بيثبت على محطة ويلغي الباقي في العدم. امال بيعمل ايه؟ الكون نفسه بينشطر. كل احتمال كان موجود في التراكب الكمي بيخلق واقع جديد، كون موازي كامل بيحتضن النتيجة دي. لا معلش، هنا بقى لازم نقف ونفكر بالعقل، عشان الموضوع كبر مننا. اتفضل. ازاي قرار بسيط زي اني اشرب قهوة بدل شاي يؤدي لخلق كون كامل بمجراته؟ احنا دارسين ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. ده سؤال ممتاز وأي عقل نقدي لازم يسأله. العلماء مش بيقولوا إن في طاقة جديدة بتتخلق من العدم خالص. طب منين بتيجي الطاقة المهولة دي كلها عشان نبني أكوان جديدة؟ الفكرة إن الدالة الموجية للكون الأساسي نفسه بتحتوي على كل الاحتمالات دي من البداية. يعني الطاقة موجودة أصلا متقسمة عليهم؟ بالظبط. الكون بينقسم، بس المجموع النهائي للطاقة بيفضل ثابت في النظام الكلي اللي بيشمل كل الأكوان دي. زي لما تقسم رقم كبير لكسور لا نهاية مثلا. أيوة، المجموع واحد، بس كل فرع بياخد جزء من الواقع المعقد ده. المشكلة مش في الطاقة، المشكلة إن حواسنا متبرمجة تدرك فرع واحد بس. تقصدي إننا محبوسين بيولوجيا جوه الفرع بتاعنا ده من الشجرة المهولة دي؟ ده اللي نظرية الأوتار بتحاول توضحه كمان. النظرية دي بتفترض إن الكون مش بس الأبعاد الثلاثة والزمن. أمال في أبعاد تانية؟ دي بتتكلم عن 10 أو 11 بعد، أبعاد ملفوفة ومطوية في مساحات أصغر من الذرة بكتير. يا إلهي، 11 بعد! طب ليه مش بنشوفهم؟ عشان عقولنا مصممة تطورياً تصطاد وتهرب من الخطر في عالم ثلاثي الأبعاد.
ما عندناش الهاردوير اللي يخلينا نشوف الأكوان الموازية دي اللي بترددات مختلفة. الشريحة الرقيقة جدا من الإدراك اللي احنا محبوسين فيها دي بتاخدنا الأهم تقاطع في نقاشنا النهاردة، تقاطع بيعمل صدمة حقيقية. تقصد التقاطع مع الروحانيات؟ بالظبط. لو الفيزياء الحديثة بكل جبروتها بتوصل لاستنتاج علمي إن حواسنا قاصرة وإن في عوالم تانية محيطة بينا ومش شايفينها، ده حقيقي جدا. مش ده بالظبط وبالحرف اللي النصوص الروحانية والدينية بتقوله لنا من آلاف السنين؟ إزاي ده بيتقاطع مع عالم الغيب؟ التلاقي هنا فعلا بيخطف العقل. لو ركزنا على المنظور الإسلامي زي ما المصادر بتشير، هنلاقي إن حجر الزاوية هو الإيمان بالغيب أصلا. اللي هو الكون المادي ده كله مجرد جزء لا يذكر من خلق الله. أيوة، الغيب هو كل ما غاب عن حواسنا المادية وتجاوز قدراتنا، سواء ملائكة أو عوالم تانية أو الحكمة المطلقة وراء الأحداث. يعني نقدر نقول إن العلم الحديث من غير ما يقصد بيثبت إمكانية وجود الغيب ده بشكل يتقبله العقل المادي. بالظبط، العلم بيستخدم المادة عشان يثبت قصور المادة، والمصادر هنا بتستشهد بآية قرآنية عظيمة جدا. آية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، صح؟ أيوة، الآية دي بتعمل زي إطار حاكم لكل الاكتشافات دي. مهما ابتكرنا نظريات، العلم المطلق بيفضل في علم الغيب. يعني العلم هنا مش بيناقض الغيب، ده بيثبت لنا إن أدواتنا بتشاور على أبواب هي مش قادرة تفتحها. دي حقيقة، بس عارف ده بيطرح سؤال مهم دايما بيتردد. إيه هو؟ إحنا كبشر لما بنفهم حاجة علميا الغرور بيتدخل. هل النظريات دي ممكن تخلينا نتعامل مع المجهول ببرود؟ يعني نقول ده مجرد انشطار كمي وخلاص، وبالتالي ده يقلل من الرهبة الروحانية؟ بالظبط، بس الحقيقة العكس هو اللي بيحصل. الفيزياء الحديثة كل ما بتجاوب سؤال بتفتح 10 أعقد منه. يعني بتوسع دايرة المجهول أكتر ومبتديناش إجابات مريحة. ولما نربط ده بمفهوم التفكر في الإسلام، هنلاقي إن التأمل في الأكوان الشاسعة دي بيضفي هيبة وخشوع. صح، لما الواحد يبص للسماء ويفهم إن النقط المضيئة دي مجرد شريحة واحدة من واقع متعدد الأبعاد، بيحس بضالته. وفي نفس الوقت بيحس بعظمة الخالق اللي أبدع ده كله بلا حدود. المعرفة المادية هنا بتقف تتواضع قدام الإيمان، ده قمة التكامل. التناغم ده بياخدنا لمساحة تالتة خالص في نقاشنا. إزاي العقل البشري بيترجم حالة العجز والدهشة دي لفن مرئي؟ إحنا مش كلنا علماء فيزياء عشان نفهم المعادلات. هنا بندخل في اللمسة السريالية. فكرة العوالم المتعددة وقصور الإدراك مادة خصبة جدا لأي إنتاج فني أو سردي. والمصادر الحقيقة طرحت أمثلة قوية جدا. كان في قصة سردية عن العالم العجوز بتجسد الانهيار النفسي قدام المجهول. قصة مرعبة بصراحة. تخيلوا عالم أفنى عمره كله جوه مرصد قديم، أوضة مليانة تراب وورق عليه حسابات فلكية معقدة جدا. ومسيطر عليه فكرة إنه يلاقي ثغرة تخليه يلمح اللي ورا الستارة بتاعة الكون بتاعنا. أيوة، وبعد عشرات السنين من الإحباط، في ليلة المعادلة بتظبط معاه وبيفتح لنفسه بصيرة أو نافذة صغيرة على كون موازي. هنا بتبدأ الإثارة بجد. اللحظة اللي بيحط عينه فيها على التلسكوب بيشوف إيه؟ اللحظة دي هي ذروة الرعب، لأنه مش بيشوف مجرد كون فيه كواكب تانية. أمال بيشوف إيه؟ بيشوف حجم هندسي لواقع أعقد بمليارات المرات من إن عقله البشري يقدر يعالجه. بيشوف تداخل مرعب للأزمنة. يا ساتر، يعني انهيار كامل لكل المنطق اللي بنى عليه علمه وحياته؟ بالظبط، الصدمة هنا مش صدمة اكتشاف مبهج، دي صدمة إدراك الحجم الفعلي للكون، وإنه مجرد قطرة لا ترى في محيط بلا قاع. وصف يخلي الواحد ينسى يتنفس للحظة. ده بيفكرني بفكرة التباين البصري في الفن الحديث اللي المصادر ركزت عليه. أيوة، اللي هو استخدام التناقض عشان نوصل إحساس معين للمتلقي، تعمل حالة من التشويش المقصود. والتشويش ده بيكسر توقعاتنا وبينقل لنا إحساس العالم العجوز بانعدام الوزن، صح؟ صح جدا. الفن هنا كوبري بيخلي المتلقي يحس بضخامة وغموض الكون في معدته قبل ما يفهمه بعقله، بيحفز التأمل. الفن بيكمل النقص اللي في قدراتنا التحليلية، ولو فكرنا فيها إحنا عملنا نفس التباين ده في نقاشنا النهاردة بس بالكلام. إزاي؟ بدأنا بقرارات يومية بسيطة ودخلنا في أعقد نظريات ميكانيكا الكم وانشطار الواقع اللي بيفترض ببرود علمي إنه كل اختيار بيخلق كون. وبعدين رحنا للتقاطع العبقري مع عالم الغيب وإقرار العلم بقصوره التام. وانتهينا بإزاي بنستخدم المزيج الساحر ده في فن سردي وبصري بيعبر عن دهشتنا قدام الواقع الممتد ده. الرحلة دي كلها بكل تعقيداتها
بتصب في النهاية في سؤال فلسفي ونفسي عميق جدا ممكن يغير نظرتنا لحياتنا الحالية. سؤال ليه؟ لو النظريات دي فيها جزء من الحقيقة وفي عوالم موازية فيها نسخ مننا بتعيش مسارات اخترنا ما نمشيهاش هنا بناء على قرارات خفنا ناخدها، أيوة. ولو كل التعقيد ده جزء من غيب عظيم ربنا وحده اللي بيحيط بيه، فماذا يعني مفهوم الندم في حياتنا دي؟ يا الله، سؤال يوقف العقل فعلا. يعني إيه نندم لو كل حاجة حصلت في مكان ما؟ بالظبط. هل فكرة إن في نسخة منك في كون تاني أخدت القرار الصح اللي أنت ندمان عليه سنين ممكن تخليك تتقبل حياتك الحالية بسلام أكبر؟ هل تخلينا نبطل نجلد نفسنا على الماضي ونسامحها ونسلم لحكمة الغيب الشاسع اللي مستحيل نفهم أبعاده؟ سؤال ملوش إجابة نموذجية في كتاب، بس بيسيب مساحة عظيمة للسلام النفسي جوه كل واحد فينا. فعلا. المرة الجاية لما نقف قدام مفترق طرق ونتوه في اختيار أو نحس بتقل وندم على طريق مشيناهوش، خلينا نفتكر الرحلة دي. خلينا نفتكر إن الكون أضخم بكتير من إنه يختزل في قرار واحد صح أو غلط، وإن حواسنا الضعيفة دي بتشوف شريحة واحدة بس من لوحة عملاقة. تأملوا في اختياراتكم وفي حجم المجهول المبهر ده وكل الأسرار اللي مستخبية ورا النجوم. دي كانت رحلتنا العميقة في المصادر النهاردة، وإلى اللقاء في استكشاف جديد للواقع وما وراء الواقع.